تخيل الساعة 3 الفجر، البيت هادي وفجأة تسمع قطتك بتجري زي الريح، بتقلب الكراسي وبتطارد حاجة مش شايفاها. مسألتش نفسك ليه القطط بتبقى زي الصاروخ بالليل؟ هل هي بس غريزة الصيد ولا دماغها بتشتغل بطريقة مختلفة؟ وإيه حكاية إنها ممكن تشوف حاجات إحنا مش شايفينها؟ في الفيديو ده هنغوص في عقل القطة ونكتشف الأسرار العلمية ورا نشاطها الليلي المجنون مع لمحة عن قدراتها الخارقة. يلا بينا نكتشف عالم القطط السحري. خلينا الأول أقولك إيه دور الجهاز العصبي في الموضوع ده. القطط عندها ساعة بيولوجية زينا بس بتشتغل بطريقة مختلفة. الجهاز العصبي بتاعها وبالأخص منطقة في الدماغ اسمها النواة فوق التصلبية بتتحكم في إيقاعها اليومي بناء على الضوء والظلام. الشبكية في عين القطة بتبعت إشارات للدماغ لما الضوء يقل، وده بيحفز إفراز مواد كيميائية زي الدوبامين والنور إبنفرين اللي بيخلي القطة في حالة تأهب للحركة. في الليل لما الضوء يختفي الجهاز العصبي السمبثاوي بيتنشط وبيزود معدل ضربات القلب وتدفق الدم للعضلات، وده اللي بيخلي القطة جاهزة للجري والقفز. في دراسات زي اللي نشرت في مجلة جورنال اوف نيورو ساينس سنة 2018 أظهرت إن القطط لما تتعرض لظلام طويل نشاط الخلايا العصبية في منطقة القشرة البصرية بيزيد، وده بيخليها أكتر حساسية لأي حركة أو صوت في البيئة. يعني بالليل دماغ القطة بتبقى زي رادار مبرمج على كشف كل حاجة. طبعا دلوقتي عرفت دور الجهاز العصبي، تعال أقولك دور الهرمونات. الكورتيزول هرمون التوتر بيطلع زي الصاروخ في جسم القطة عند الفجر والليل، وده بيخليها في حالة يقظة ونشاط. لكن مش الكورتيزول لوحده، في هرمون آخر مهم هو الأدرينالين اللي بيفرز لما القطة تحس بأي محفز زي صوت خفيف أو حركة ظل. الأدرينالين بيسرع رد فعلها وبيخليها تقفز على طول. أما الميلاتونين اللي عندنا بيساعد على النوم عند القطط بيشتغل بطريقة مختلفة. الميلاتونين بيفرز بس بدل ما يخلي القطة تنام بيحفز مراكز الدماغ اللي بتتحكم في الانتباه والحركة. في دراسة من جامعة كورنيال سنة 2020 بتقول ان القطط المنزلية بتفرز الميلاتونين بنسب اقل من القطط البرية، وده بيخليها اكتر ميل للعب والحركة بدل النوم بالليل. يعني جسمها بيبعت لها اشارة دلوقتي وقت اللعب. كمان هرمون السيروتونين بيلعب دور. السيروتونين بيزيد لما القطة تحس انها في بيئة امنة زي البيت، وده بيديها دفعة للنشاط اللعوب زي لما تطارد ليزر او كرة بالليل. طبعا دلوقتي زمانك بتقول ايه كمية الهرمونات اللي اساميها غريبة دي؟ هقولك سيبك من ده كله وتعالى بقى اعرفك على الدور الغريزي. القطط كلها حتى المنزلية ورثوا جيناتهم من اسلافهم البرية زي الوشك والقط البري الافريقي. دول كانوا بيصطادوا في الليل عشان الظلام بيخبيهم من الفريسة ومن الحيوانات المفترسة الاكبر. الغريزة دي لسه موجودة وبتظهر في سلوكيات زي القفز على الالعاب او مطاردة اي حاجة تتحرك. عين القطة مصممة للرؤية الليلية. بؤبؤ العين بيتوسع جدا في الظلام عشان يسمح بدخول اكبر قدر من الضوء، وطبقة التابيتوم لوشيدوم العاكسة بتعكس الضوء داخل العين فبتخلي القطة تشوف بوضوح حتى لو الإضاءة 10% من اللي احنا بنحتاجه. كمان القطط عندها كثافة عالية من الخلايا العصبية في الشبكية اللي بتخليها تكتشف الحركة في الضوء الخافت. ده بيخلي الليل بالنسبة للقطة زي ملعب مفتوح مليان فرص. في دراسة في ناتشر كوميونيكيشن سنة 2019 أظهرت إن القطط المنزلية بتحتفظ بنفس أنماط الصيد بتاعت أسلافها حتى لو ملهاش حاجة تصطادها. عشان كده لما تشوف قطتك بتجري وراك او بتضرب الهوا هي في دماغها بتصطاد فريسة خيالية. طبعا انا قلت لك في اول الفيديو ان القطط بتشوف حاجات مش بنشوفها. خليني اثبت لك صحة كلامي. القطط عندها قدرات حسية خارقة بتخليها تبدو وكأنها شايفة حاجات من عالم تاني. اولا زي ما قلت عين القطة بتشوف الاشعة فوق البنفسجية وده بيخليها تلاحظ انماط او علامات على الاسطح زي الاثار البيولوجية او انعكاسات ضوء معينة احنا مش شايفينها. في دراسة في بروسيدنج اوف ذا رويال سوسايتي بي سنة 2014 اكدت ان القطط والكلاب بيمتلكوا عدسات عين بتسمح برؤية الأشعة فوق البنفسجية وده بيديهم ميزة في الصيد. بالإضافة كمان حاسة السمع عند القطط قوية بشكل لا يصدق. القطة بتسمع ترددات من 48 هرتز ل 85 كيلو هرتز، احنا بنسمع 20 كيلو هرتز بس. يعني القطة ممكن تسمع صوت حشرة بتمشي على الحيطة أو اهتزازات كهربائية خفيفة من الأجهزة. ده بيخليها تتفاعل مع أصوات احنا مش واخدين بالنا منها وممكن تترجمها كفريسة أو خطر. تالت حاجة حاسة اللمس اللي موجودة عند الشعر اللي حوالين الفم بتشتغل زي مستشعرات دقيقة وبتكتشف تغيرات في تيارات الهواء واهتزازات خفيفة. لما القطة بتتحرك بالليل الشعر ده بيساعدها تحس بالبيئة حتى لو مغمضة عينيها. ده بيخليها تبدو وكأنها بتطارد شبح لما تتحرك فجأة. في نظرية شائعة بتقول ان القطط ممكن تحس بالمجالات الكهرومغناطيسية او التغيرات في الضغط الجوي وده بيخليها تتصرف بغرابة قبل العواصف او الزلازل. ومع ان مفيش دليل قاطع على ده الا ان حساسيتها العالية للبيئة بتدعم الفكرة. يعني لما قطتك بتبص لفوق وبتجري فجأة ممكن تكون فعلا شايفة
شايفة او سامعة حاجة احنا مش قادرين نكتشفها. في الاخر نشاط القطط بالليل مش مجرد هيجان عشوائي، ده مزيج عبقري من تصميم الجهاز العصبي وهرمونات زي الكورتيزول والادرينالين وغرائز الصيد متواصلة من آلاف السنين، مع قدراتها الحسية الخارقة زي رؤيتها للأشعة فوق البنفسجية وسمع الترددات العالية. القطة فعلا عايشة في عالم أوسع من اللي احنا شايفينه. المرة الجاية لما تشوف قطتك بتجري في نص الليل افتكر ان هي مش بس بتلعب، ده بتعيش مغامرة في عالمها السحري. لو عايز تقلل نشاطها جرب تلعب معاها كتير بالنهار او غير مواعيد الاكل. ما تنساش تسألني سؤال عشان اجاوبك عليه. وبس كده، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة عشان نكتشف مع بعض آثار تانية عن الحيوانات. سلام.